كتقول هذه الوثيقة: في الربع شهور التالية من العام اللي داز عام 2007 كملت المسرحية اللي دارت لهذا الشعب باش تلهيه وتنسيه الهموم ديالو. طرف منه غير كيتفرج، وطرف من الشعب دخلوه مسكن حتى هو في هذه المسرحية ديال العار والفلاس ديال السياسة كل هذه البلاد. كان نهار 7 شتنبر 2007 اللي هو نهار الانتخابات، واللي داز قبل من الانتخابات واللي جا مور الانتخابات. كان هادشي كله علامة على الخراب والفساد اللي غارقة فيه السياسة هذه البلاد من واحد المدة طويلة هذه. ماشي عاد اليوم. هاد الانتخابات الأخرية اللي كانت في المغرب والشي اللي جا موراها وكيحشم في الحقيقة كيفاش دارت الحكومة، كيفاش تختاروا الوزراء. هادشي كله كيأكد لنا أن الحالة هاد البلاد ما كتزيد مع الوقت غير ترجع للور، والمسافة بين هاد الشعب وبين الحكام ما كتزيد غير تكبر. الشعب فواد وهما فواد. يكفيك 80% من الشعب، 4 ديال الأخماس ديال الشعب ما مشات لهمش الانتخابات. 80% من الشعب قال لهم باركوا من اللعب. في النهار الانتخابات بان الشغل لكل شيء، لا في البلاد هنا الداخل ولا على برا في الخارج. بانت المصيبة فاش راها البلاد، بانت الحكام اللي بيديهم الأمر، بانت لهذا الشعب المسيكن المغلوب على أمره، بانت للناس اللي في قلبهم الحرقة على هذه البلاد، وبانت حتى لهادو اللي كيتسماو السياسيين. وفين بقاو دابا شي سياسيين؟ اش من كلمة بقات عندهم؟ اش من رجولة؟ اش من نخوة؟ هادشي ما بغيناهش يكون، ما بغيناهمش يوصلوا لهاد الحالة، وما بغيناش نتكلموا على السياسيين ديالنا هكا. ولكن الحقيقة هي هذه، خصنا نبينوها. ياك الله وعسى يرد الله بهم ويرجعوا للرجولة وللحق، ويرجعوا يتصالحوا مع هذا الشعب المقهور المظلوم المحقور. وراه هادشي نقوله ونأكدوه، هادشي اللي خصنا، هادشي اللي محتاجه له هاد البلاد: الرجولة والعزة والكلمة. وحنا كنا ديما كنقولوا ومازالين كنقولوها، راها ما كاينه رجولة إلا لا رجعنا لله عز وجل وتبنا لسيدي ربي سبحانه واستغفرناه وندمنا على ما فات. وكاين اللي كيقول هذا الكلام هذا غير ديال الجامع وديال الفقهاء، خليونا من هذا الشيء ديال التوبة وهذا الكلام. راه إلا كاينه شي حاجة في السياسة وحنا كنقولوا هذا ماشي كلام ديال الفقهاء صافي، احنا غنتكلموا في السياسة للقدام. ولكن منين كنقولوا هنا خصنا نتوبوا لله، كنبينوا اننا مازالين ما يأسناش من هاد الناس، والمؤمن عمره ما كيأس من الرحمة الله تعالى، مازالين طامعين فيهم يرجعوا لسيدي ربي. واخا هادشي اللي كنشوفوه كله، واخا هادشي اللي كنسمعوه كلام ديال عدد منهم مازالين غاديين مساكن في العمية وما مسوقين لوالو، واخا هادشي كله حنا ما يأسينش. واللي كيزيد يجعلنا ما نيأسوش هو الكلام اللي سمعناه من عدد الناس من بعد الانتخابات واللي شاركوا حتى هما فيها وكانوا مازالين كيتيقوا بأنه راه كاينه شي انتخابات ولا شي ديمقراطية هنا عندنا في المغرب. كانوا ناويين الخير، ندخلوا بنية حسنة، ولكن منين ندخلوا لداخل عاد بانت لهم الحقيقة وندموا على ما فات. وحنا كنتمناو لكل شيء يدير بحالهم، نشهدوا بالحق كاملين، راه ما بقى ما يتخبى. إخواني أخواتي، ها هي جماعة العدل والإحسان مرة واحدة أخرى كتتكلم وكتبين الحقيقة على ما علمها الله، وكتوضح كل شيء للشعب كله والناس اللي مازال قلوبهم حية وعندهم الغيرة على هذه البلاد. وهذا الشيء ماشي عاد اليوم، راه الجماعة من النهار اللي بدات الجهاد ديالها وهي هاكا صادقة في كلامها ما كتنافقش،
ما كتخبى حتى شي حاجة، كتقول الحقيقة كما هي، واللي بغى يوقع يوقع، عجبهم الحال الناس ولا ما عجبهمش، المهم هو يرضى الله سبحانه وتعالى علينا. إنما الشيء اللي كنأكدوا عليه هنايا هو خصنا نعرفوا شكون هما اللي كانوا سبب في هذه المصايب فاش حنا، نعرفوا منين جانا هذا الشيء، نحطوا يدينا على البلاصة ديال المرض اللي راه خدام كيهلك في هذه البلاد وغادي بها للهاوية. ويعرف كل واحد منا من ولاد الشعب ان راه عنده حقه في وسط هذه البلاد، وكيسال يعيش مكفي ومستور وعنده الحقوق ديالو كاملة اللي اعطاها له الله سبحانه وتعالى.